لو مش بتعمليه بالطريقة ديت يبقى فايتك كتير، لان الحواوشي من اكتر الاكلات اللي كل الناس لما بتاكلها عندي بتحلف فعلا ان هي بتاكلها زي بره واحلى كمان. هقولك على سر تتبيلته وازاي تعمليه زي بره واحلى وبقرمشة بره وبنظافة البيت. بس في البداية كده صلي على النبي وحطي لايك حلو وفرحيني بيه، يا رب يفرح قلبك. ولو مش متابعيني تابعيني علشان كل وصفاتي توصلك. وتعالى اقولك ازاي نعمل حواوشي يطلع معانا احلى مليون مرة من اللي بنشتريه بره وبندفع فيه زي ما بيقولوا كده دم قلبنا. في البداية كده قطعية اللحمة معاكي لازم يكون فيها نسبة دهن. انا عندي هنا كيلو وربع من اللحمة، عليه حوالي 300 جرام من الدهنة كده. إيه يعني ربع كيلو ممكن يمشي معاكي برضو للكيلو وربع. عندي بقى الكيلو لحمة ممكن تحطي له من نص كيلو بصل لحد معاكي كيلو الا ربع. عندي بقى هنا فصين من التوم وقرنين فلفل سبايسي. اللحمه بتاعتي انا فرماها ناعم جدا، يعني انا كنت فرماها جايباها مفرومه وعطت لها كمان فرمه في الكب علشان الانسجه بتاعتها تبقى دايبه خالص معايا كده. هنزل بالبصل بتاعي عليها كده، والبصل انا بحبه ما يكونش مفروم اللي هو يعني ميه، لا يبقى فيه قرشه كده بيبقى حلو قوي في الحواوشي. هنزل بقى بالثوم والفلفل فرمتهم مع بعض كده فرم ناعم. وهاجي عندي بقى بالتوابل بتاعتي اللي بتخلي الحواوشي معايا في حتة تانية خالص. عندنا معلقة من الكزبرة ومعلقة من بهارات اللحمة، معلقة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة خالص من الكمون. وتعالي بقى هنا عندنا كيس كده من بهارات الحواوشي من عند اي عطار، بنزل معلقتين كبار في معلقة مية صغيرة خالص وبقلبهم كويس قوي وبنزل بيهم على المكونات بتاعتي كلها. وتخلي بقى اللي الخطوه دي تعجني كانك بتعجني عجين، يعني خلي خالص اللحمه مع التوابل مع البصل مع كله يبقوا حاجه واحده كده لحد ما انسجه اللحمه بتاعه الحواوشي تتفتت معاكي خالص ومبقاش فيها اي انسجه، تحسي ان هي تفتتت كده. دي حلوه قوي، بيخلي الحواوشي يشرب معاكي التتبيله ويدي طعم حلو قوي. طبعا بعد ما هنعجنه كويس قوي هسيبه عندي حوالي نص ساعة، وممكن تزودي اكتر من كده لو عندك وقت. بعد ما ارتاحت معايا حوالي نص ساعة في التلاجة ما شاء الله تحسي ان لونها بدأ يفتح كده والانسجة يعني ما عادش فيها انسجة خالص. هبدأ اكوره بقى كور كده على قد اللي انا هحطه في الرغيف، يعني زي ما انتي حابة. انا كورته بالشكل ده كده علشان يكون سهل معايا. وعندي بقى عيش، انا جايبه عيش بلدي. طبعا ممكن لو عايزه الطعم يبقى اغنى معاكي ممكن تروحي عند بتاع العيش وتقولي له عايزه عيش حواوشي يعني يطلعهولك مش متحمر قوي بيبقى اجمل كمان. انا بقى هبدا العيش البلدي ده من اجمل الحاجات في الحواوشي. ممكن تحطي عيش شامي برضو معاكي بيمشي، بس ده اجمل بصراحه. انا جربته بده وبده. هبدا بقى اخد كل رغيف كده عامله فيه فتحه كده بنفتحه زي ما انت شايفه كده. بصي كده اوريكي اهو واحد. بتجيبي هنا كده وبتفتحيه بالطريقه دي، وهتاخدي الحشوه بقى وتبداي تدخلي الحشوه كده بالشكل ده. ادخلها في الرغيف كده وابدا ابططه من بره كده، يعني تفرديها، يعني افرديها في قلبه خليها كلها تكون مفروده في الرغيف كويس علشان ما تيجي تسويه تسوى معاكي كويس. الطريقه دي كده بصي سهل جدا. هنعمل بقى الكميه كلها بالطريقه دي كده، وحاولي بالراحه وانت بتدخليه علشان الرغيف يفضل محتفظ معاكي بشكله وما يتهراش ولا اي حاجه. زي ما انت شايفه كده بنفتح فتحه كده وناخد واحده ونحطها ونكرر بقى العمليه لحد الكميه اللي انت عايزاها كلها. طبعا انت ممكن تكتري الحشوه جوه الرغيف او تقلليها، انا شايفاها ان هي كده مناسبه. خلاص اهو بعد ما خلصت الكميه ما شاء الله بتاعتي انا عامله كميه حلوه يعني. كله حشيته بالطريقه دي زي ما انت شايفه كده. تعالي بقى بينا على السر بتاع المطاعم اللي بتجيبي الحواوشي تحسي ان هو فعلا مختلف عن بتاع البيت. هتجيبي كده حته من الدهنه او اللي بيقولوا عليه الدوش ده بتاع ليه الخروف كده، وتنزلي بيها، وبعدين تنزلي بالزيت اللي انت هتدهني بيه الحواوشي عليها شويه كده. خديهم على النار لاول ما يسخن كده والدهن يبدا يسيح في الزيت، ودهني بقى الحواوشي ودخليه بقى الفرن، او سواء هتحمريه على فحم او شوايه او اي حاجه. ودوقي بقى حواوشي قسما بالله تحلفي ما اكلتي في طعامه هذا الحواوشي حتى من المحلات نفسها. انا هبدا ادهنه كده وانا هحمره بصراحه في الفرن وبيطلع معايا ممتاز جدا. انت ممكن تحمريه على عين البوتاجاز او ممكن تحمريه لو عندك فحم وشوايه على الشوايه طبعا، وممكن تعمليه كده وكده بيكون اسهل، وتحطي فيه فحم في الاخر وبيدي نفس الطعم. تعالي بينا بعد بقى ما خلصنا الكميه كلها ما شاء الله شوفي شكله عامل ازاي ولا طعمه.
يعني حاجه كده نظيفه من الاخر، وطعم وقرمشه، بيطلع مقرمش معاكي جدا من بره وطري جدا من جوه. قدميه بقى مع اي صوص بتحبيه، سلطات، خيار. طبعا مفيش حواوشي من غير سلطه الطحينه يعني. وكلي اجمل حواوشي، واستناكي تجربيه وتقولي لي ايه رايك فيه، وتدعي لي دعوه حلوه من قلبك، وتحطي لايك حلو فرحيني بيه، لان الوصفه بتعب فيها على ما توصل. فما تبخليش انك تدوسي لايك، واشتركي في القناه لو انت لسه ما اشتركتيش، وفعلي زر الجرس عشان تصلك كل وصفاتي. وقولي لي عجبتك الطريقه، وايه التركايه اللي بتعملي بيها الحواوشي بيطلع معاكي مختلف وحلو عن اي حواوشي كلتيه في حته تانية.